إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده عامل لكم وصفه جميله قوي وسهله قوي. بس الوصفه بتاعتنا النهارده متوقفه على العيش اللي اتبل. هنجيب عيش ونبله. عيش كده نقطعه ونسيبه في قلب الميه يتبل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب اللحمه بتاعتنا. لحمه تاني. وادي البصله طحناها. ننزل بالبصله بتاعتنا وطحنا الفلفل وهنحط شويه جزر. العيش هنحطه في الكب عشان يتحن. ننزل بشيشة ميه عشان يلف، عشان عايزاه يبقى خفيف. زي ما انتم شايفينها كده بقت ناعمه. وننزل بالعيش بتاعنا. ننزل بالشطه، فلفل اسود، ملح، كمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى نقلب ونعمل الكفته في قلب بعضها وبعدين اوريها لكم. هنحطها في الفرن على 180 واول ما تطلع اوريها لكم. عقبال الكفته ما تطلع كنا عملنا شوينا. يكون شوينا البتنجان، وهنا كمان حطينا بقية البتنجان بتاعنا يتشوي. هنعمل بقى ايه على العين التانية الرز. خليكم معايا. حطينا الحلة على النار وهننزل بالزيت. هننزل بالبصلة بتاعتنا الناعمة. هنزل بالملح وهنزل بالرز بتاعنا. هنزل بالبابريكا وهنزل بالمية بتاعتنا المغلية. دلوقتي احنا هنعمل بابا غنوج. هننزل بمعلقتين توم كويسين على العيش المبلول اللي احنا عاملينه، ونسبة زيت، وهننزل بالطحينة بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، شطة، كمون، الزبادي. ما شاء الله. الله، شايفين البابا غنوج تحفة. افضيه في طبق اهو. ادي الوصفة بتاعتنا وادي التقديم بتاعنا ودي الاكلة السريعة الجميلة. داخل فكرة العيش دخلت في الكفتة ودخلت في بابا غنوج. والرز زي ما انتوا عارفين عملناه بالبابريكا كأنه رز بالطماطم. شايفين الشكل والجمال. وجبة جميلة وسريعة وممكن تعمليها لضيوفك وبألف هنا وشفا على قلبهم. إن عجبكم الفيديو متنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. أشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.